السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده عملنا الشعر ده افريقي وطلع معانا بالنتيجه دي. عايزين نشوف احنا عملنا ايه مع بعض، ونشوف مشينا الخطوات ازاي، وممكن نتعامل مع العميله ازاي، او نشوف بيجي لي اسئله كتير يا نوسه نتعامل ازاي مع الشعر، او نسال العميله ازاي نتحاسب معاها انا كمبتدئه، اشتغل ازاي واقول للعميله سعر ايه. بصوا يا بنات، بالنسبة السعر ده بيتحدد على حسب المنطقة اللي انت فيها، وعلى حسب المكان اللي انت فاتحاه. يعني مثلا مش واحدة فاتحة بيوتي سنتر هتتحاسب كأنها واحدة في البيت. تمام. البيوتي سنتر بيبقى فيه حاجات كتير، بيبقى فيه دفع ايجارات، بيبقى فيه بنات شغالين، بيبقى فيه حاجات كتير جدا، فبالتالي هما بيعلوا السعر جدا. وبرضه بيبقى مكان وليه اسمه و... وليه ناس رايحة وجاية عليه، فبالتالي هما بيدوا اسعار بتبقى عالية. في بنات تانية شغالين كويس جدا جدا وفي البيوت، بس فكرة ان هي شغالة في البيت ده بيخلي سعرها قليل شوية. يعني انت مثلا لو جالك شعر زي اللي في ايدي ده، وانت مثلا في بلد ارياف، يعني لو في بلد ارياف زي، في ناس بتعمله يعني في مراكز تجميل بتعمله ب5000 جنيه، في ب6000 جنيه، في الاسعار دي. في ناس بتعمله ب2000 جنيه، في ناس بتعمله ب1500، على حسب المكان اللي انت فيه. فكرة ان انت تقيمي الشعر ده وان انت جايبة مادة، على حسب المادة اللي انت شغالة بيها برضو. في مادة رخيصة وفي مادة عالية، على حسب ده بتقرريه، على حسب المادة وعلى حسب الناس حواليكي سعرها عامل ازاي. يعني ما يبقاش واحدة جنبك مثلا بتعمل الشعر ب1000 جنيه وانتي تعملي الشعر ب2003. تمام. واحنا كمبتدئين ماين شوية في موضوع الشعر ده، وبنقلل شوية السعر علشان بس لحد ما طبعا تتعرفي وكده. يعني انا بتكلم على البنات المبتدئة، لحد ما ربنا يكرمهم كده ويبقى لهم اسم وسمعة. بيمشوا امورهم كده لحد ما ايه، ما الدنيا تمشي معاهم والناس تعرفهم، ودي تقول لدي ودي تقول لدي. فده بالتالي انتوا شطارتك، عايزه تعملي عروض اعملي، عايزه تقللي في سعر يبقى مكسبك مكسب قليل في الفتره الاولانيه لحد بس ما تتعرفي، ولحد ما تكتسبي خبره اكتر. ده براحتك برضو، يعني ده مش اجباري ولا اختياري. بس في نفس الوقت خدي حقك، خدي وقفتك، خدي كهربة المكوى، خدي المكوى نفسها. ما تظلميش نفسك خالص. مش معنى ان انت برضو مبتدئة ان انت تقللي من سعر المادة بتاعتك، او تقللي من سعر شغلك، لان ده وقفة وتعب وارهاق، وظهر بيوجعنا و... وغسيل اكتر من مره. يعني العامله ممكن تكون جايه لك مش غاسله اصلا، فانت تغسل لها بشامبو كلارافاين. شامبو كلارافاين برضو مش رخيص. مجموعه العنايه اللي انت بتشتغلي بيها في النهايه برضو مش رخيصه. فكرة انك بتشطفي الشعر وتشغلي الاستشوار تنشفي الشعر، وبعدين ترجعي تكبسي بالمكوى حوالي ساعتين، وفي شعر بياخد ساعة ونص، وبعدين ترجعي تغسلي تاني وتنشفي باستشوار هوا بارد تاني. فالاستشوار الهوا بارد ده اقل حاجة بتفضلي مشغلة الاستشوار حوالي نص ساعة. فده كله عوامل انتي لازم تتحاسبي عليها وتعملي حسابها. وده غير الماتيريال اللي انت حطاها اصلا للشعر، غير الوقت اللي بيضيع. يعني كل جلسة بتاخد لها حوالي 4 5 ساعات، على حسب ما انتي شغالة، وعلى حسب ما انتي ايديكي واخدة على الشغل ازاي. طبعا المبتدئة بتاخد وقت كتير جدا جدا في الكبس، لان ايديها برضه ما بتبقاش واخدة على الشغل قوي. غير ان واحدة متمرسة في الشغل بتبقى سريعة في الشغل. هنا يا بنات كنت خلصت توزيع المادة، وهغسل هشطف الشعر قدامكم يا بنات. دي طريقة الشطف عشان البنات اللي بتسأل. الشطف اهو. شطف المادة كويس جدا جدا، مهم جدا يا بنات، لازم تشطفوا المادة. ده بيخلي معاكم الكبس قليل، بيخلي الشعراية تتقبل الكبس بسرعة. ما بتقليش على الشعراية، ما بتعمليش حمل على الشعراية. المية نازلة زي ما انتم شايفين، مية معكرة، لان الشعراية الافريقية بتضحك علينا، بتاخد مادة كتير جدا جدا. يعني بتضحك على الواحدة كده بمعنى اصح، تحس ان هي ما خدتش، يعني تحس ان هي ما اتشربتش، بس هي بتبقى واخده كفايتها والزياده. هنا الاستشوار بيكون هوا سخن، بس بتبعدوا الاستشوار عن العميله زي ما انتم شايفين كده بعمل ايه بالظبط. نشفوا الشعر 100%، ما ينفعش الشعر يبقى مبلول. الشعر نشفته تماما اهو يا بنات، رجعته كأنه زي الاول. طبعا هو هيدا شويه من الماده طبعا، بس رجعته كتير كتير، نشفته جامد جدا. يعني لازم تنشفوه، تتأكدوا ان الشعر كله ناشف في ايديكم، عشان ده بيسرع برضو من وقت الجلسة.
ما تلاقوش خصلة مبلولة فتضطروا تنشفوها قبل الكبس، والخصلة المبلولة برضو بتبرد المكوة، فعشان ما تحتاجيش كده. المكوة اللي في ايدي دي لما جلامور. زي ما انتم شايفين الخصلة اهي رفيعة يا بنات. انا بشتغل على درجة حرارة 480، بس ما بقفش على الشعراية كتير، يعني باخد الشعراية كبس سريع او كبس اللي هو ايه اول كبسة او التانية دي تشميعة، وبعدين بمشي بالراحة على الشعراية. المكوة دي زي ما انتم شايفين يا بنات بتتمسح بس بأي فوطة كده بعد ما بتخلصي الجلسة، بتغسليها بتمسحيها بأي فوطة عندك، والمكوة سخنة فبتطلع كل الأوساخ اللي عليها وكل البروتين المتكتل عليها. وزي ما انتم شايفين كده بتفضلوا تكبسوا لحد ما لون الشعرية يغير معاكم، وأول ما لون الشعرية يغير بتسيبوا الخصلة خلاص، ما بتكبسوش تاني. طبعا هنا كبست كتير في الأول لأن المكوة كانت لسه بتسخن، ما كانتش سخنت قوي، فبالتالي كبست كتير يعني. سحبت خصلة تانية، هنا المكوة كانت سخنت قوي. بصوا المادة ترطيبها عالي قوي، هو الدخان مش كتير بس واقف لان انا موقفة المروحة، فبالتالي الدخان بيقف بيبان كأنه كتير، لكن هو في العادي يعني مش كتير، لا دخان طبيعي. وبعدين الدخان بيبقى ورا كتير لان المادة بتبقى فيه كتيرة، المية ما بتوصلش ورا كتير قوي، يعني ما بتبقاش زي قدام بيتشطف كويس، لا من ورا معاكم يا بنات بيبقاش مشطوف كويس، بس ده عادي. انت كده كده بتيجي تكبسي اللون الشعري بيغير معاكي بتسيب الخصلة على طول. زي ما انتوا شايفين اهو الخصلة بتاخدوها على تحت، بتتنوا المكوة لجوه بزاوية كده عشان التقصيفة اللي في الشعر تروح. كل ما المكوة بتسخن معايا بتلاقوا الايه الكبس قل معايا، لكن في الاول عشان المكوة بتبقى باردة لسه ما سخنتش قوي، فبالتالي بزود كبسة شوية في الاول. وهنا يا بنات نستنتج ان احنا درجة الحرارة معانا بتفرق جدا من شعر للتاني. ممكن تكون المكوة بتاعتنا ضعيفة او درجة حرارتها مش عالية، فبالتالي بنحتاج نكبس اكتر، نكبس كتير عدد مرات كتير. في ناس معاها مكاوي درجة حرارتها عالية مناسبة جدا للبروتين، فممكن كبستين 3 4 5 بالكتير تجيب معاهم الخصلة وتفردها 100%. لو عديتوا الخصلات في الخصلة الجاية دي، عديتوا الكبسات عاملة ازاي، هتعرفوا ان انا مش كابسة كتير خالص. بصوا هنا الشعرية خلاص اتفردت لان الشعر كله لون واحد. لاحظي كده وقارني بين الخصلة اللي في ايدي والباقي، هتلاقي لا لون الشعر اتغير. ادي واحدة بسرعة تشميعة، وادي التانية تشميعة، ونبتدي بقى ايه ننزل بالراحة كده زي ما انتوا شايفين. انا باخد النص الفوقاني شوية، وبعدين بنزل بقى في الاطراف لان الاطراف بتبقى خفيفة عن فوق. في بعض انواع الشعر الاطراف بتبقى خفيفة عن فوق اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمشوا بالراحة تتأكدوا ان المكوة جابت كل خصلة في الشعر، كل شعراية، مسابتش اي حاجة. انت لو تلاحظوا انا ما كبستش اكتر من 4 كبسات اهو. وهناخد خصلة تاني قدامكم برضو يا بنات علشان نعرف احنا بنكبس قد ايه بالظبط. المكوة دي هايلة جدا في الكبس يا بنات، ممتازة مع البروتين، بس مش كل البنات بتعرف تستخدمها عشان هي عريضة شوية. يعني في بنات مش بتعرف تستخدمها، بتبقى عايزة المكاوي الرفيعة اللي هي سهلة قوي في الجذور، لكن في بنات ما بتعرفش تستخدم دي خالص، وفي بنات مرتاحة فيها جدا. زي ما انتم شايفين لمعة الشعر اهي، الشعرية طرية مش ملبكة مش ماسكة في بعضها اهو. ادي اول كبسة كده بسرعة، السحبة تبقى تشميعة كده، وادي تاني كبسة اللون بدأ يتغير من فوق اهو. ادي تالت كبسة، ادي الرابعة. ننزل على الاطراف زي ما انتم شايفين يا بنات بالراحة، وبشويش على نفسك وما تضغطيش على ايدك، وخليكي هادية. مش اللي هو انت بتتخانقي، ما تحرقيش العميلة، ما تحرقيش فروة العميلة. امشي بالراحة، الشعر معاكي هيطلع زي الفل، مش هيطلع فيه اي ديفو. اكيد طبعا على الاطراف عشان الاطراف تطلع معاكي مظبوطة وستريت وما فيهاش حاجة هايشة. ولازم يكون المشط في ايدك بتسلكي من الناحية التانية علشان الشعر ما يبقاش متخبل في بعضه، وانت بتكوي يطلع برضه متخبل، لان لو اتسرح هيطلع مظبوط، ما تسرحش بالمشط مش هيطلع مظبوط. فلازم تكوني انت مسرحة الشعراية اللي المكوة هتمشي عليها. هنا خلاص تمام. كنا خلصنا
الكبس. طبعا الشعراية واقفة وناشفة شوية، ده من المادة طبيعي. هي كان عندها بيبي هير وشعر طالع كتير قدام. فطبعا دلوقتي لما نغسله مع بعض الشعر هتلاقوه بقى حرير، يعني بمعنى الكلمة. طبعا اختيار المادة مهم جدا، انك تنضفي الشعر كويس جدا جدا قبلها. العميلة تكون مبطلة زيوت تماما قبلها، علشان تدي معاك النتيجة اللي انت هتشوفها دلوقتي. الشعر برد حوالي ربع ساعة، خدنا العميلة على الحوض. هننزل كل المادة بالمية الساقعة زي ما انتوا شايفين كده. تتأكدوا ان المادة بتنزل كلها بالمية الساقعة. مية ساقعة مش مية سخنة، ما ينفعش مية سخنة. وبعد كده في البيت العاملة تستخدم مية فترة، يعني مية تكون لا سخنة قوي ولا ساقعة قوي، عشان المية السخنة بتفتح مسام الشعر. خلاص نزلنا المادة بالمية. هنحط شامبو زيرو صوديوم وزيرو سلفات. مجموعة العناية دي لوريال، كويسة مش وحشة. هتنضف الشعر كويس جدا جدا بالشامبو كده، وتنضفي الفروة جامد جدا علشان الفروة ما تأذيش المادة، ما تأذيش الفروة. زي ما انتوا شايفين كده اهو الغسيل قدامكم. اللي طبعا ما عندهاش حوض غسيل عادي جدا ممكن تخلي العاملة تدخل تقلب شعرها في الحوض العادي وتغسله عادي جدا. ممكن تحط كرسي قدام الحوض وتقعد العميلة لو حوض عادي وتغسل لها، ما تخليش حاجة توقفك. انا اول ما ابتديت كنت بادئه في جردل يعني، فمحدش بيوصل بسرعة. اعملي اي حاجة عشان تنجحي وعشان تشتغلي وعشان تفتحي باب رزق ليكي، تمام. فما تخليش حاجة توقفك، يعني مش ما عنديش كرسي غسيل زي نوسة فالدنيا تقف، لا، في حلول كتير. انا هنا خلاص كنت شطفت الشعر اهو. هناخد الشعر نشفه كويس جدا جدا بالفوطة بالراحة، طبطبة. ما تشديش الشعر لان الشعر ده معمول فرد، فالشعر ضعيف. هتسرحي الشعر طبعا بالراحة زي ما انت شايفة كده. وبعدين هتبدأي تنشفي باستشوار هوا بارد. طبعا انا مسرعة الفيديو هنا فتحسين ان انا بضربها بالفرشة، بس لا، انا كنت بسرح بالراحة جدا. انا مسرعة الفيديو بس. لازم هنا في الوقت ده لازم تنشفي باستشوار هوا بارد، عشان الشعر ما يبقاش متعرض لمية ساقعة وبعدين يتعرض لسخونية تاني بعد سخونية المكوى. هنا بنشف 100% زي ما انتوا شايفين. الشعر ما شاء الله تبارك الرحمن، الشعر كويس جدا جدا. الشعر انسيابي تحسيه طبيعي. انا هبطئ التصوير دلوقتي وهتشوفوا الشعر عامل ازاي. اهو الشعر اهو. الاطراف هي البنات اللي بيبقى معاها مشكله في الاطراف اهو الشعر كله. البنات اللي بيبقى معاها مشكله في الجذور، ادي الشعر يا بنات من اوله لاخره. اللمعه دي طبيعيه، لمعه الشعر، ما حطيتش سيرم، ما حطيتش اي ماده دهنيه. طبعا ده سحب لون بس مش لون كامل. زي ما انتم شايفين نتيجه الشعر. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا حاجه منه النهارده يا بنات. ما تنسوش تدعوا لي في الكومنتات لاني بجد تعبانه ومش عارفه خالص ارجع شغلي زي ما كنت. دعوه حلوه منكم، ولو ما اشتركش في القناه يشترك، واللي عجبه الفيديو يعمل لي لايك ويكتب لي كومنت، واللي عايز اي سؤال برضو يسألني في الكومنتات، وانا على قد ما بقدر هجاوب عليكم. بحبكم جدا في الله. دمتم بخير يا بنات. ادعوا لي يا احلى بنات في الدنيا. سلام.